اهلا بيكم لعيبه في فيديو جديد مع جميع احداث يوم الاثنين القادم، وكمان معانا شويه اخبار جديده يا صديقي عن اللعبه وعن الاستفتاء الجديد. ولكن قبل كل ده نتكلم عن احداث يوم الاثنين اللي هيكون مميز جدا، وده لان في باكج اسطوري قادم معانا. هيكون باكج بيج تايم على شو تايم، وهو باكج ستاند اوت اتاكرز او المهاجمين البارزين. ونبدا باللاعب الاول في الباكج ده، طبعا هو اللاعب البيج تايم، وهيكون هو برونو فرنانديز يا صديقي اللي قادم بنسخه جباره. يعني مبدئيا كده هيكون بيوصل 107 في التشكيله، ومعاه مهاره الماجنتيك فيت والفينومينال باص، فطبعا مهارتين اقويه جدا. اما بقى على مستوى اسلوب اللعب فهو نازل باسلوب الابداع في صناعه اللعب او الكرييتيف بلاي ميكر. وعلى مستوى الطاقات بقى صديقي انت قدام لاعب جامد جدا. يعني مبدئيا كده هو طبعا لاعب جوكر، يقدر يلعب معاك نص ملعب سي ام اف او اي ام اف، وممكن كمان يلعب اس اس. ممكن برضه تضيف له مراكز ثانيه زي الاجنحه، يلعب ار ام او يلعب ار دبليو او ال ام او ال دبليو. وطاقاته يا صديقي متكامله هجوميا، يعني عنده وعي هجومي 91، وبول كنترول 96، دريبلينج 92، وتايت بوزيشن 95. فبالتالي هو في المراوغات كويس جدا. كمان باصات ارضيه ممتازه 94، والباصات العاليه كمان كويسه جدا 96. الفينش بتاعه 87، ده بالنسبه للاعب صانع لعب يعتبر حلو جدا. كمان يعتبر سريع مش بطيء، السرعه 85 والتسارع 93. قوه الشوط عنده عاليه جدا 91، وفيزيكال كونتاكت كويس برضه مش وحش 74. البالانس عالي 89، وبرضه ستامينا كويسه. كمان عنده برضه الكيرل كويس 85، ومع مهاره الماجنتيك فيت دي اعتقد كده هيكون في المراوغات حلو جدا كمان. وبرضه بالفينومينال باص هيعمل لك شويه اسيستات كده على الرايق. فطبعا هي نسخه بيج تايم اسطوريه لبرونو فرنانديز، وحتى شكل البطاقه كمان ده شكل بيج تايم جديد. ونيجي بقى للاعب اللي بعد كده يا صديقي، هو عثمان ديمبلي اللي قادم طبعا بنسخه سي اف، يعني مهاجم صريح. فهيكون قوي جدا لان النسخ بتاعته كمهاجم افضل من النسخ بتاعته كجناح طبعا. فمهارتين اقويه جدا. وعلى مستوى اسلوب اللعب بقى هو بيلعب باسلوب المهاجم القناص او الجول بوشر. وطبعا دي تطوير الاوتو بتاعته، هو بيكون بقوه 107 في التشكيله. وطاقاته زي ما انت شايف كده وعي هجومي 91، بول كنترول 86، دريبلينج 90، تايت بوزيشن 87، باصات ارضيه وعاليه كويسه جدا. عنده كمان الفينش جبار 98. كمان يا صديقي ديمبلي يعتبر نفاسه، يعني السرعه عنده 95 والتسارع عنده 99. فانت قدام لاعب بسرعه الرصاصه، وبالانس اسطوري 97. فهو خفيف ريشه، ولكن ده شكل طاقاته بالتطوير الاوتو بتاعته يا صديقي سي اف. ولكن انت بقى يا صديقي لو حبيت تلعب بيه كجناح، سواء جناح يمين او جناح شمال، فبيكون بقوه جناح 108 زي ما انت شايف قدامك كده. وبيوصل برضه في التشكيله 108، ولكن مع المدرب بيكن باور، وممكن مع بعض المدربين التانيين الدبل بوستر. طبعا طاقاته بتكون بالشكل اللي قدامك ده. الوعي الهجومي بيقل شويه، ولكن المراوغات بتزيد بشكل كبير، والسرعه والتسارع بتوعه ما زالوا عاليين جدا. وبالطاقات دي هيكون جناح مدمر فعلا. فبرضه هو لاعب جوكر هجومي، يلعب معاك في اي مركز هجومي بدون اي مشكله، وبيلعب بالقدمين زي بعض تقريبا. اما بقى اللاعب الثالث يا صديقي اللي معانا في الباكج ده فهو فينيسيوس جونيور، وده قادم بالبليتز كيرلر والمومنتم دريبلينج. يعني مهارتين برضه اقويه جدا، وهيكون بيوصل 107 في التشكيله. وعلى مستوى اسلوب اللعب هو بيلعب باسلوب الجناح غزير الانتاج او البرولو فيك وينجر. وطبعا طاقاته جامده جدا كجناح، يعني عنده وعي هجومي 96، ده وعي هجومي اعلى من مهاجمين كتير جدا. يعني حتى عثمان ديمبلي اللي نازل كمهاجم الوعي الهجومي عنده 91 بس، لكن فيني مقفل الوعي الهجومي. كمان عنده تحكم في الكرة عالي جدا 98، الدريبلينج عنده او المراوغه 100، وكمان الاستحواذ في المساحات الضيقه او التايت بوزيشن 100. فتقدر تقول كده يا صديقي انه واحد من امهر لعيبه اللعبه دي، يعني يرقص اي حد حرفيا. كمان عنده فينش ممتاز 85، وسرعه وتسارع بقى عاليين جدا. السرعه 96 والتسارع 100 يا صديقي. كمان عنده التوازن او البالانس 100، يعني لاعب بالسرعه العاليه جدا دي، مع كمان مراوغات متقفله بالشكل ده، وكمان بالانس متكامل كده. فتقدر تقول ان ده سلاح فتاك حرفيا، مش مجرد لاعب ولا جناح عادي كده. وكمان يا صديقي بمهاره البليتز كيرل، ولكن طبعا هو عنده يعني الانحناء او الكيرل مش عالي قوي، يعني 85 بس، ده يعتبر كويس لكن مش افضل شيء. ولكن البليتز كيرل يعني مش بتعتمد بشكل اساسي على الكيرل يا صديقي، هي بتعتمد على كذا حاجه مع بعض، زي الفينش، زي برضه قوه الشوط، والاي اي نفسه بتاع اللاعب يا صديقي هو بيعملها بشكل عامل ازاي. فكل دي حاجات بيعتمد عليها طبعا البليتز كيرل، ولازم تجرب اللاعب بنفسك علشان تعرف مدى قوه البليتز كيرل بتاعته، لان الاحصائيات دي مش بتبين الموضوع قوي. ويبقى ده كده يا صديقي هو الثلاثي القادم معانا يوم الاثنين. طبعا باكج جامد جدا، وحلو قوي ان كونامي رجعت موضوع الباكجات البيج تايم على شو تايم دي، لان بتدي تقل للباكج فعلا. بيبقى عندك لاعب كده بيج تايم بقى باحتفاليه خاصه برضه بنسخه كمان مميزه يا صديقي في وقت معين هو كان متالق جدا فيه في الموسم. فده شيء ممتاز جدا. وطبعا دول كده يا صديقي هم اللعيبه الهايلايت اللي في الباكج. اما بقى على مستوى الفعاليات فيكون معانا فعاليه جديده فيها 50 كوينز. نيجي بقى يا صديقي للحاجه اللي بعد
كده وهي استفتاء اللعبه. طبعا كونامي يوم التحديث او يوم الخميس اللي فات بعتت لنا رساله في اللعبه، والرساله دي عباره عن استفتاء يا صديقي المفروض طبعا كلنا نشارك فيه، والاستفتاء ده مهم جدا يا صديقي اكتر ما انت متخيل بكتير، وهتلاقيني سايب لك لينك الاستفتاء ده في اول كومنت مثبت. طبعا في البدايه في شويه اسئله عاديه زي ايه السبب الرئيسي اللي بيخليك تلعب ايه فوتبول، وبتقول لك انت بتلعب اللعبه عن طريق ايه بالظبط او عرفت اللعبه منين، يعني شويه اسئله عاديه. ولكن بعد كده بقى بتخش في الاسئله القويه جدا، واولهم يا صديقي السؤال ال11 بتقول لك كونامي اي من مقدمي بس الالعاب تتابعهم باستمرار، يعني مين اليوتيوبر بمعنى اصح كده اللي انت بتتابعه باستمرار في الاحداث اللي بتخص اللعبه. طبعا عندنا اكتر من يوتيوبرز مختلفين، من ضمنهم طبعا حبيب قلبي عبده توكس دي، شاوت اوت لعبده، وفي كذا يوتيوبر تاني من ضمنهم بقى برازيليين وحاجات زي كده. انت اكتب هنا يا صديقي اليوتيوبر اللي انت فعلا بتحب تتابعه وخاص باللعبه دي. عاوز تكتب من بره ال 18 ويا ريت تعمل كده يعني، اكتب يا صديقي. عاوز تكتب توني اكتب، عاوز تكتب نينجا، عاوز تكتب اي حد من الشباب براحتك خالص طبعا. وبعد كده بتخش على اول سؤال بقى فعلا قوي جدا، بتقول لك ما هي دوريات كره القدم المحليه او العالميه المفضله لديك. يعني كونامي غالبا كده عاوزه تشوف الناس مهتمه بدوريات ايه علشان تضيفها الفتره اللي جايه. والمفاجاه ان انت عندك هنا الدوري المصري طبعا ايجيبشن بريمير ليج، فانت اختار ده يا صديقي. عندك كمان الدوري المغربي والدوري الجزائري، فانا شايف انك تختار الدوريات العربيه بتاعتنا دي علشان تكون متواجده في اللعبه بعد كده. ومفيش مانع طبعا تختار بقى الدوريات التانيه زي الدوري الانجليزي والاسباني وكده. بعد كده بتقول لك ما الانديه المفضله لديك، وبرضه المفاجاه هنا ان في انديه عربيه يا صديقي زي النادي الاهلي، بيراميدز، الزمالك، الوداد، الرجاء، وانديه كتير من الدوري المغربي والجزائري والتونسي ومختلف الدول العربيه. فطبعا انت حاول بقى تختار كده معظم الانديه العربيه سواء مصريه او مغربيه او تونسيه او جزائريه ايا كان، اختار اكبر عدد ممكن يا صديقي. كمان بعد كده عندك سؤال تاني عن المنتخبات الوطنيه المفضله بالنسبه لك، برضه حاول تختار المنتخبات العربيه كلها بالاضافه طبعا للمنتخبات التانيه الاجنبيه اللي انت بتحبها. كمان بعد كده بتقول لك مين اللعيبه المعتزله المفضله بالنسبه لك، وعندك طبعا مجموعه لعيبه اوروبيه كبيره، ولكن عندك تحت بقى يا صديقي شويه لعيبه معتزله عربيه اقوياء جدا. يعني المفاجاه الكبيره ان عندك ابو تريكه طبعا من ضمن الاسماء، وعندك حسام حسن، احمد فراس، مصطفى حجي، ورابح ماجر، والاخضر بلومي. يعني شويه اساطير كده من بتوع زمان بقى يا صديقي. منتخباتنا العربيه الجزائر، المغرب، مصر، وتونس، فطبعا مهم جدا تختار الاسماء دي يا صديقي علشان نشوفها في اللعبه. يعني زي ما شفنا قبل كده يا صديقي نزول احمد حسن، نتمنى بقى نشوف ابو تريكه، يعني ده يكون شيء اسطوري فعلا. وبعد كده بتقول لك مين اللعيبه الحاليه بقى المفضله بالنسبه لك. طبعا انت عندك مجموعه كبيره جدا من اللعيبه الاوروبيه، وعندك برضو تحت شويه لعيبه عربيه زي محمد صلاح، احمد حجازي، النني، اشرف حكيمي، زياش، ياسين بونو، رياض محرز، وموجود علي معلول كمان، يوسف مساكني، الياس سخيري، وبغداد بنجاح، امين جويري. وبالشكل ده تكون دي اهم طبعا اسئله خاصه بالاستفتاء. باقي الاسئله الثانيه يعني اسئله مش مهمه قوي، اختار فيها اي حاجه. وبكده يا صديقي تكون عرفت الاستفتاء ده مهم جدا ازاي، لان غالبا كده هيترتب عليه اضافه انديه جديده للعبه ودوريات جديده وكمان لاعبين جداد، ومش اي لاعبين ولا اي دوريات، ده كلها حاجات تخص العرب يا صديقي، ومنتخباتنا بقى وانديتنا يا صديقي اللي نتمنى طبعا نشوفها في اللعبه هي واللعيبه الاساطير بتوعنا. وزي ما قلت لك هتلاقي لينك الاستفتاء في اول كومنت مثبت. وبس كده لعيبه، اتمنى يكون الفيديو عجبك، تعمل لايك، سبسكرايب لو انت اول مره بتشوفني، وانزل اكتب لي كومنت رايق يا رايق. سلام.